يلا يا دلال هنتأخر على المحكمة. جوجو انت لسه ما لبستيش؟ معلش يا حبيبتي مش هقدر اروح معاكم، ماليش تقل على المحاكم والحاجات دي. اديني لبست تحتيه توب كده كويس. كويس، بس ارفعي التوب شوية، احنا رايحين محكمة. حاضر. المهم اوراقك جاهزه؟ كله تمام ما تقلقيش، المحامي قال الموضوع مش هياخد اكتر من ربع ساعة. عالية اصلا مش في الغردقة، فهناخد حكم غيابي لصالحنا ان شاء الله. يا رب. باي باي يا جوجو، دعيلنا. مع باي يا السلامه، جوجو. ربنا معاكم. عالية لو ما حضرتش الجلسة دي هتاخد حكم غيابي. وعن إذن حضرتك أنا داخلة أشوف دورنا في الرولة. اتفضلي. عاجبك اللي بيحصل ده؟ مش عارف تلاقي اختك؟ يا بابا انت كل شويه تقول لي نفس الكلام، اعمل ايه؟ انا قلبت الدنيا عليها. انا جيت. ايه يا عليا؟ كنت فين يا عليا؟ انا قلبت الدنيا عليكي، انت كنت فين كل ده؟ ما تقلقش عليا يا شادي، كنت مسافرة بره الدنيا كلها. يعني ايه بره الدنيا؟ يعني ايه؟ مش فاهم. رحت الهند، رحت مدرسة يوجا وقابلت جورو. جورو مين؟ جورو يا بابي يعني المرشد الروحي بتاعي. مش فاهم يعني ايه ده؟ ديلر يعني؟ لا يا بابي، ديلر ايه؟ المرشد الروحي بتاعي، يعني ده اللي بيرشدني في رحلتي الروحية لاكتشاف نفسي. يعني انت سايبانا ندور عليكي ورايحه تتفسحي يا عاليه؟ دي مش فسحة، ده علاج لروحي. أنا فهمت حاجات كتير قوي يا شادي، عرفت مشكلتي فين. ما احنا عارفين مشكلتك فين، وانت عارفه مشكلتك فين، الشرب. بص الأبعد من كده يا شادي. أيوه، أنا إيه اللي بيخليني أشرب كتير؟ إيه السبب ورا ده؟ الفلوس هي أصل كل شر. البنت خلاص اتجننت. مش الدرجات دي يا بابا، هي تلاقي بس اعصابها كانت تعبانه شويه وعايزه تفصل. انت عارف عاليه يا ابني دي بتقول لك جورو وراحت الهند وسافرت جوه نفسها. كمال معه حق شادي، طول بالك عليا، ما بدها هالقد القصة. الحمد لله انها رجعت بالسلامه. بمناسبه ان عاليه رجعت يعني يا بابا، انا كمان عايز ارجع لاداره الاوتيل. حاضر موافق، بس هتبقى تحت رامز وهو اللي هيشرف عليك. دلال هي ماجدة مالها؟ ليه كل ما ادخل عليها الاقيها قاعدة بتدعي كده؟ معلش هي متوتره بسبب القضيه بتاعتك. انا مش قايمه ولا هتحرك من هنا غير لما اعرف ايه علاقه كل ده بقصه التلاجة. كان عليا فلوس للبنك وما دفعتهاش، فكنت يعني خايفه، فاضطريت يعني اجي هنا في الاخر. عشان حاجه من الاخر كده يعني جوجو ما كانش ينفع البوليس يمسكها ولا تروح اسم، فهمتي؟ ايوه يا ماما، بس القضية دي انا اللي رافعاها. هي خايفة من ايه؟ خايفه من عاليه، وعارفه قد ايه هي عيلتها واصله، وخايفه من اللي اسمها نادين دي، هي عارفه قد ايه ممكن تعمل حاجات مش كويسه. معلش يا ستي اعذريني. البحث الجنائي وصل صاحب الصورة. وطلع مين؟ طلع جمال ألفونس، ايجيبشن كولومبيان، هربان من الانتربول في قضية نصب وغسيل أموال. نصب؟ هو ايه علاقه عاصي الغول بالنصب وغسيل الاموال؟ Who knows؟ بس هو ما اتحركش من غرفته من فترة، مش غريبة؟ مش عارف، حاسس ان في حاجه غلط. انا رايي نخش اوضته حالا. سياده القبطان. اهلا ازيك يا نينا؟ اهلا يا حبيبي. اتفضلي. ميرسي. كهربتني. سوري، اتفضلي. ميرسي. ايه يا ماجد، امشي انا؟ لا يا حبيبتي تتعشي معانا مش كده؟ هتعشى معاكم بس انت مش معبرني لا اصلا. يا حبيبتي ازاي؟ طيب هشوف رضوى عايزاها في حاجة وهرجع لكم تاني. ما تتأخريش. حاضر. ازيك يا ديدا؟ انا تمام الحمد لله. فين كريم امال؟ انا كنت معتقد يعني انه هيجي يتعشى معانا النهارده. لا كريم مش جاي، وعلى فكره we're just friends. ريلي؟ مالك مبسوط كده ليه؟ الموضوع ملوش اي علاقه بيك على فكره. لا والنبي يعني ما عادي، انا مش قلقان ولا حاجه، يعني مفيش حاجه. انا بس مبسوط ان انت جيتي النهارده. لا ما هو من هنا ورايح هتشوفنا كتير، طالما فرح عايزه تشوفك. طالما فرح عايزه تشوفني. تشوف ازاي؟
اوبا، رامز طلع عصيع من نادين وما مسحش الفيديو. housekeeping. housekeeping. الأوضة مترتبة، محدش دخلها. مفيش حد في الحمام. فين راح هذا؟ فرح، هي نادين اتكلمت معاكي في حاجة؟ عايزه تتكلم معايا في ايه؟ مبدئيا البنت دي نادين هي اللي زقاها عليا. عرفت يا شادي، عرفت وفهمت ومش عايزه اتكلم في الموضوع ده لو سمحت. تسال على نادين ليه بقى؟ المحامي لسه قافل معايا وقال لي انك اتنازلتي عن القضية. اتنازلت عنها. ليه يا فرح؟ انا ما طلبتش منك تعملي ده. ما هو انا ما عملتش كده عشانك. اوبا، معقوله فرح هتقول له على حوار ماجده؟ عملت كده عشان البيبي. احنا الدنيا لسه مش مظبوطه بينا. وبعدين انا مش عايزه ابني او بنتي يجوا الدنيا وفي بيني وبين اهل ابوه مشاكل. وبعدين موضوع القضيه يا شادي، موضوع القضيه بيقول انه البيبي ده جه غلطه. انا اكيد مش هعمل في ابني او بنتي كده، لا. حتى لو ده حقك. انا مش عايزه حاجه على فكره، انا كل اللي انا عايزاه ان انت توفر للبيبي اي حاجه يحتاجها. انا كده كده هعمل ده يا فرح. لا، ما انا مش هاخد بكلامك. بعد اذنك اعمل لي ورق رسمي مكتوب باللي انت بتقوله ده بالظبط. حاضر، هعمل كل اللي تطلبيه. كنت عايز نادين تقول لي ايه بقى؟ لو كنت كسبتي القضية ضد عالية كنت هتاخدي منها تعويض كبير جدا، وبما انها ما عندهاش اي فلوس غير نصيبها هنا في الاوتيل فده معناه انك كنت هتبقي شريكتنا. كنت هتاخدي من نصيبي انا فعليا، لان انا كنت مديها اسهم من نصيبي عشان تعرف تعيش وتشتغل وكده. انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده وانا اتنازلت من غير ما اعرف. عارف، عشان كده ما رضيتش اقول لك عشان ما تتنازليش عن القضيه. وعارف كمان انك كنتي غلطانه لما قلتي ان احنا ما ينفعش نحاول تاني وان احنا حاولنا كتير، بس ده مش معناه ان احنا ما نحاولش تاني. فرح، انا بحبك، انتي وحشاني جدا. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان نبقى مع بعض. ممكن لو سمحتي نحاول تاني. بالراحه يا شباب، الدنيا هتولع كده. بس يا ريت الموضوع يبقى بالسهوله دي.